شهدت الفترة الأخيرة عملية تعديلات كبيرة في صفوف المنتخب الجزائري بعدما قام جمال بالماضي المدير الفني لمحاربي الصحراء بضم عدد كبير من العناصر الجديدة. ورغم أنه قائد الفريق والنجم الأبرز، إلا أن الفترة الأخيرة عانى رياض محرز نجم مانشستر سيتي من أزمة مع المنتخب الجزائري، والسبب الأساسي في هذه الأزمة هو السيتي وغوارديولا. عانى منتخب الجزائر خلال الفترة الماضية، خصوصاً عقب التتويج بلقب كأس العرب الأخير، إذ ودع محاربو الصحراء كأس الأمم الإفريقية مبكراً بعد كارثة احتلال المركز الأخير بدور المجموعات. المنتخب الجزائري حاول بعد ذلك مصالحة الجماهير وتصحيح المسار بالتأهل لنهائيات كأس العالم، إلا أنه فشل في هذا بعد الخسارة في المرحلة الأخيرة من التصفيات أمام الكاميرون. وبدأ جمال بالماضي مرحلة إصلاحية جديدة خلال الفترة الماضية بعدما أقنع عدداً من مزدوجي الجنسية للانضمام إلى صفوف محاربي الصحراء في رحلة تصحيح المسار. ويستمر رياض محرز نجم مانشستر سيتي في قيادة المنتخب الجزائري في رحلته خلال تصفيات كأس الأمم الإفريقية الحالية، بعدما ضمن الفريق التأهل للنهائيات. وسجل رياض محرز هدفاً وصنع آخر في المباراة الأخيرة للجزائر في مواجهة النيجر، وهي المباراة التي حسمت التأهل للمنتخب الجزائري إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية. إلا أن محرز في الوقت الحالي يمر بأزمة كبيرة مع منتخب الجزائر أكد أنه عانى منها خلال رحلته مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، كونه أحد فرق القمة في أوروبا. رياض محرز أكد أن المنتخب الجزائري كان يعاني أمام النيجر في المواجهتين الأخيرتين في تصفيات إفريقيا، ولكن السبب في ذلك لا يعود إلى قصور في صفوف محاربي الصحراء. وأشار نجم مانشستر سيتي إلى أن السبب الأساسي هو قوة المنتخب الجزائري، وهو ما يدفع منتخب النيجر إلى الاعتماد على الأسلوب الدفاعي البحت لمواجهة قدرات المنافس. وأكد محرز أنه يعاني من هذا الأمر كذلك مع مانشستر سيتي، إذ أن الأسلوب الذي يلعب به فريقه تحت قيادة المدرب العملاق غوارديولا جعله مرعباً لأي خصم، ولهذا يعتمد أغلب الفرق أمامهم على الدفاع المتكتل. ورفض نجم مانشستر سيتي وصف أي مباراة ضد المنتخبات الإفريقية بالسهلة، مؤكداً أنهم لن يتمكنوا من تسجيل 4 أو 5 أهداف في كل مباراة مهما كانت قوتهم. وأشاد رياض محرز بالأسماء الجديدة التي ظهرت مع الجزائر، وفي مقدمتهم بدر الدين بوعاناني، والذي أكد أنه قدم الإضافة للفريق بمجرد دخوله في المجموعة، وكذلك فارس شايبي وريان آيت نوري. ولفت محرز إلى أن العمل الذي قام به مدربه جمال بالماضي لاختيار العناصر المشاركة مع الجزائر في المرحلة المقبلة عمل مميز ويؤمن مستقبل محاربي الصحراء.